المتواجدين معنا، ونرحبوا بالاخوه المتدخلين في هذا الملتقى. معنا سي رمزي الفرجاني إدارة بالإدارة العامة للإدارات وزارة المالية، ومعنا سي ماهر الشيخاوي مدير عام سابق بالإدارة العامة للإدارات، وخونا سي مسعد الذوالي مستشار جبالي، والأخ ياسين بن إسماعيل خبير مالي واقتصادي ودكتور هندسة المالية ومدير بالبنك المركزي التونسي. نفتتح هذا الملتقى مع الأخ رمزي الفرجاني. تفضل سي رمزي. احنا يضرني اخطأت. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالحضور الكرام. نحب نبسط هذا القانون المالي اللي هي الماده الجباليه تقنيه برشا وبرشا عباد مش قاعده تفهم معناها شنو كنا نجموا نعملوا وشنو اللي صار. احنا باش نقولوا انا باش نبدا نحدد الحاجات اللي كنا نجموا نعملوهم سواء في القانون المالي اللي سبق واللي قبله هذا معناها تعدينا بعد ثلاث قوانين ماليه كنا نجموا نعملوا فيه برشا حاجات ما عملناهمش بل الاسبوع حتى القانون المالي هذا ما عملناش. المتطلب الاول اللي كنا نجموا نعملوه كان ضروره معناها ملحه هو تحسين المقدره الشرائيه والدخل بالنسبه للفرد والعائله. هذا معناه متطلب للثوره اللي يمس نقولوا 90% من الشعب التونسي وخاصه الاجراء، لان نعرف بالضبط الجبال يتحملوا فيه معناها الاجراء اكثر طبقه تحمل في الضغط فيه. حاجه شو نجموا نمسوا احنا لهنا باش نحسنوا الدخل الفردي للعائله للاسره وللفرد. نبداو اول حاجه مثلا اللي يتحدثوا ديما نسمعوا المساواه. باش نعطيكم مثلا معكم بسيط، راجل ومراه عندهم نفس الرتم ونفس الصدر، يدخل ياخذ فرد شهريا نهار الاول عام الثاني، يعكسوا الظروف يولي الراجل اكثر يجيبوا صغير يزيد الراجل تزاد الشهريه والمراه لا. علاش؟ خاطر فما هذايا فما نسميوه طرح بعنوان رئيس عائله واطفال في الكفاله يتمتع به الراجل ما يتمتعش به المراه. هذا كنا نجموا هذا نمتعوا به المراه رئيس العائله على المعنى الجبالي، يعني على المعنى الجبالي الطرح هذا والاطفال في الكفاله نجموا نمتعوا بهم المراه باش نحسنوا الدخل الاسري. هذه حاجه كنا نجموا نعملوها. الحاجه الثانيه كنا نجموا نرفعوا في الطرح بعنوان اطفال في الكفاله اللي تعرفوا من عام 88 توا في عام طفل في الكفاله بعنوان الطفل الاولى تطرح 90 دينار، الثاني 75 دينار، الثالث 60، الرابع 45. ايش معناها 90 دينار؟ نفرض واحد شهري وفي 10 ملايين سنويا 90 دينار معناها تزادوا الشهريه 90 تضربها في الوقت 20% اللي هي الترونش دامبو 18 دينار تقسمها على 12 معناها تزيدوا 15% في الشهر بعنوان طفل في الكفاله. هل يعقل هذا؟ يعني كنا نجموا نعاودوا نراجعوا بعنوان طروحات الاطفال في الكفاله من 90 نرفعوا مثلا 300 400 دينار وهذه معقوله تزيدوا 10000 في الشهر. عندنا الطرح بعنوان الطفل ليتيديون معناها ليتيديون كورسي 600 دينار في العام. 600 دينار في العام معناها اللي هو 600 دينار معناها اللي في دافور كاع ما تجيش حتى 10000 في الشهر. كنا نجموا نسحبوا الطرح هذا نمتعوا به اللي على الطفل اللي يقرا في المعهد ولا في التحضيري ولا في الابتدائي نفس الشيء يظل مفروض الطفل بتاعه واحد عنده صغير يقرا في التحضيري ولا في المعهد ولا كذا سي نفس المصروف. معناها هذا يكون نجموا نسحبوا. عندنا الطرح بعنوان مصاريف مهنيه بقيمه 10%. معناها كي نشوفوا الضرائب المباشره تطبق على المداخيل الاخرى، المداخيل العقاريه، المداخيل المهن غير التجاريه نطرحوا لهم 30% وجراء 10% فرق. كنا نجموا نرفعوا في الطرح هذا الى 20% مع احد اقصى مثلا 10000 دينار، نقولوا نطرحوا مثلا تعريفه بالعام 10000 دينار خام يعود نطرحوا له 10% مليون نطرحوا له 20% زوج ملايين نرفعوا في المليون ما تخضعش بالضريبه. هذا كنا نجموا نعملوه. عندنا الطرح احنا اللي موجود تو بعنوان طفل المعاق ندفع عليهم 1000 دينار في العام من قاعده الضريبه. كنا نجموا نسحبوها على الاطفال اللي عندهم مرض مزمن ولا مرض حاله خاصه نادره كنا نجموا ندفعوا. حاجه اخرى احنا نعرفوا التونسيين 80% من العائلات التونسيه معناها نبلع بالكريتيات. كنا نجموا نطرحوا لي زانتيري بالكريتي لوجمون
ولا السيارات 4 شهور وموا نطرحوهم من قاعدة الضريبة. هذا الكل معناه يتم مع بعض كي يحسن في الدخل المردي والاسري. معناه ما نستعينوش فيه طلبه كل واحد زاد في شهرين 50 60 دينار لفعل الضريبه. معناها سي حاجه هامه. راجل ومراه يخدموا طلبه دخل الاسري تزاد شهريا 80 90 دينار يتعاملوا مخططين في الكفاله. هذه حاجه هامه كنا نجموا نعملوها. الحاجه الاخرى الهامه اللي بعد الثوره احنا قلنا كنا نزيدوا في النسب ونخلقوا ادوات وضرائب جديده. المهم هو يفانيش يشيل جمله قولي عن شكون عن المتهربين. احنا نسمعوا العديد من صيحات الفزع، التهريب، التجاره الموازيه، التجاره الموازيه هذه ما نسمعوش جماعه الاتجاه هكا ولا يا خويا انت تحب تشد التهريب وتشد التجاره الموازيه وتشيل تقلم اظافر الاداره في المراقبه تمنعها من القيام بعمليه المراقبه على احسن وجه. احنا شفنا 3 اجراءات كانوا نجموا نكونوا متولين اللي هو رفع السر البنكي. ورفع السر البنكي كل مره يجد مثير لخط كبير وكبير جدا ويبقى فيه برشا لوبيات قويه ويمنعوه. خاطر فما سوء فهم. راهو ربك يقولوا رفع السر البنكي راهي الاداره ماهيش باش تدخل على قاعده البيانات والمعلومات لا باز دوني دي بون وتبدا تتجسس على 10 ملايين كرسي كل واحد تشوف شعب وراه ماهوش هذا. احنا قلنا رفع السر البنكي في اطار مراجعه معمقه للمطالب بالاداء الذي يمتنع عن تقديم كشوفات البنكيه. نزيد نفسر لكم واش معناها. احنا في تونس عندنا ماكسيموم 8000 كوس يعطوا مراجعه معمقه. من 8000 كوس هذوما معناها لحد اقصى فما 1000 واحد يمتنع عن تقديم الكشوفات البنكيه نتاعو. معناها في اطار مراجعه معمقه. الاداره باش تراقب بس يتصرف بالمداخيل نتاعو الكل ولا قل له اعطيني الكشوفات البنكيه نتاعو ما يحبش يجي. قلنا في الحالات هذه يا اخي تنجم الاداره خول للاداره الحق انها تتصل مباشره بالبنك باش تاخذ للبنكير نتاعو. معناها يظل اللي يدافع معناها الانسان اللي يدافع وياخذ ضد الشيء هذا احنا ما شناوش معناه. هذه ناس متهرب انت تجي تمنع الاداره باش تراقبهم وتخرج تصيح تقول لا انا ضد ربك تخرج تقول قانون التهريب وقانون التهرب. اعطي الاداره حق المراقبه تو تشدهم المتهرب خاطر اللي يصور فلوس بالتهريب ومتهرب راهو مش باش يرقدهم تحت المخدر. راهم يبداو يا بالبنك يا بالليزانترميديير اون بورس كي يجوا لو رول دو بونك مانتون قاعد عباد تصب الانترميديير اون بورس ويصب ويجبد راهو ما يجبد شيء. الاجراء الثاني اللي قلناه عندنا مشكله احنا في معالم التسجيل استخلاص معالم التسجيل اللي تعمل برشا العباد تعمل التعريف بالامضاء في عقود البيع والشراء نتاع العقارات تعملهم في البلديه وطبعا غادي يرفضوا الموافرات ويخليه غادي يشوف 4 سنين وبعد يمشي يسجلوا بالمعلوم 1% تو موجود حتى 5% فماش. احنا قلنا العمليه هذه نسحبوها البلديه تولي عمليه تعريف بالامن في نقل العقارات في القبضه الماليه مباشره. معناها شركه تعمل اجراء التعريف بالامضاء واجراء التسجيل يتم مباشره في القبضه الماليه. تولي اذا مستحيل واحد باش يشري عقار مش باش يعمل تعريف بالامن. كي تربطهم الاجراء هذا فيه زياده النسب لا شيء ما باش نزيدوا حتى امثله. خويا انت شريك يجي تعمل تعريف بالامن يجي عملوا عندي تعريف بالامضاء ولا التسجيل مع بعض. نربح انا معلومه التسجيل نتاعي نستخلصوه ما يهربش عليه ونراقب نشوف هذا من اين لك هذا اللي قاعد يشتري مش قاعد يصرف. هذا طالبنا به. ثالث حاجه عقود شراء السيارات. احنا خاطر عندنا دي بروبليم اونتر الادارات في بعضنا باش نكون كوميونيكي. قلنا عقود شراء السيارات ونحطوا اجراء مجاني. انت شريك عقد شراء السياره يولي التضمين على سعر الشراء وجوبي وما تبدل كارت الجليس الا ما العقد هذاك يكون مؤشر عليه مقابل الماليه ولا مكتوب مراقبه الاداء بصفه مجانيه. يا خويا بصفه مجانيه اعطيه مكاني من المعلومه. الاداره حاجه بالمعلومه تفتقر الى المعلومه. معناها فما عباد ما يعرفوش يشري كهرباء 100,000 دينار و 150,000 دينار يمشي يجيب يبونس مليون لا دخل له. الناس تشري فكراها ب 100,000 و 300,000 دينار تصرح حتى دخل اليوم. شوف الشارع احنا ساعات معناها عباد تشوف الشارع ياخذ ماده يكون تاع كهرباء يلقى مولاي يشوف واش صرح ما يلقاش شيء ما عنده حتى مكتوب. راه معناها بفوق 100,000 150,000 200,000 دينار. من الاداره تفتقر الى المعلومه في الوقت اللي حاجتها فيه باش تنجم تجري المراقبه. هذه معناها حاجات مهمه كلنا نجموا نعملوا بها. معناها المقاومه التهرب
قلنا إجراءات لتحسين الدخل الفردي والأسري، إجراءات لمقاومة التهرب. في حاجة أخرى نجم نعمل اكسبسيونيلمون ثاني مقاومة التهرب، أن إدارة الجباية الأعوان بتاعها ما تدعوهم اكسبسيونيلمون العاملة دي نفس المهام تاع المراقبة الاقتصادية والتجارة. لو كنا يعرف مثلا الدخان يتباع في النوار، الناس كل يتكيل يمشي يشتري من حماس ب 15% وبالكيل هو يتباع مسعر ب 5000. عمركم شفتوا كرهبة نتاع ديوانة قدام حماس ولا تجارة؟ ما شفناش. معناها المراقبة مش مفعلة، فما نقص في الأعوان صحيح. نجم سوليدير أونت الإدارات اكسبسيونيلمون السنة العام الجاي إدارة الأعوان إدارة الجباية يكون يرفعوا المخالفات هذوما، ما فماش علاش لا ما يقوموش بالدورة هذه. الحاجة الثالثة أولا على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة، هذوما التروافق المؤسسة تعاني ليش؟ تعاني من السيول، واحنا كل عام نزيدوا الرقم الخصم من المورد. مثلا في القانون الماليه في المشروع السنه زدنا 1.5%، هبط لها من 1000 دينار. ايش معناها؟ نعطينا مبسط. معناها المؤسسه تبيع حاجه فوق ال 1000 دينار اللي باش يخلصها الكليون تاعها يقص عليها 1.5%، على المليون يقص عليها 15 دينار. تصوروا هما مؤسسات المعامل يعني يبدا عنده 20,000 كليون، معناها في الاخر يجي يصب في القباط ديكلاراسيون معاها تلقى 10,000 اتيستاسيون بريتونيو على السوق. وانت اللي كان لابو تاعو كونسونتري عنده هو برك يولي يفرق هي عند 20,000 واحد، كل واحد مطالب باش يقص له ويصب. والتريزوري تاعو السيوله تاعو اثرت عليه. معناها راهي لو على سورس عملت الفلسفه تاعها من الاول باش تعطي المعلومه الاداره، والاداره تحاول تستخلص الاداء اسهل. ميك معناها انقلبت الى الضد ولا تاثر في السهوله تاع المؤسسه برشا. الاداء وجب مراجعتها وقومها العباد اللي تبادل بالصحيح المؤسسات الكبرى واللي نعرفوا الديكلاراسيون تاعها اللي سانسير. النجم نقولوا ضعفة من المزوجين تاعها يكونوا بالخصم من المولد عليها، خلي لابكون تاعها كونسونتري عن هذه حاجه مهمه. ما ننساوش لافونس في لابورتاسيون تصفى على الوالدات اللي هي 10%. معناها تصور واحد يجيب سلعه مثلا مليون دينار تزيدها الدي بي ار تاعها 180,000 دينار هكا وتزيدها الديوان ويزيد يعطي عليهم تصفى 10%، تصفى على ضريبه 10%. معناها من المستحيل لازم يبيع هذول السلعه هذيك 4 مرات في الشركه باش يخلط اللابون تاعو قد التصفى اللي يدفعها بالضبط. مما اغرق الاداره في دراسه مطالب الارجاع الادبي. الناس الكل تخرج للكره تجي الاداره تطلب باش تسترجع فلوسها، هذا يكون بروفي دي فرودور. معناها الاداره ولات مثلا نعطيكم فما صنادر معناها في العام 80% من الملفات المبرمجه بتاعه هي النظر في مطالب الارجاع. ناس دفعت الضريبه بالمسبق يجي يقول لك رجع لي فلوس. الاداره قاعده تخدم في الدوسيات هذوك لي فري فرودور متهربين. الاداره ما عادش عندها وقت باش تخدم. معناها مش معقول. لازم الحاجات هذه كنا نجموا الرجل حتى كان ما نجموهاش الكل وننظروا فيها، نعطيهم اشارات طيبه ان عطينا بنحنا على السكه الصحيحه. هذا ما نجموش قاعدين نراو انه التوجه نفس الخط اللي من 2000 وقت احداث مجله الحكومه والجهات الجبهيه وقاعدين ماشيين في نفس الطريق، احداث ادوات جديده، احداث نسب جديده، الترفيه، ما فما حتى توجه جديد. معناها ما فماش اشارات للاصلاح، مش اصلاح احنا مش مطالبين باصلاح هيكلي تو. فما اشارات متطلبات صارت في الثوره، ما شفنا حتى اشاره طيبه اللي تبدا بجدول الضريبه اول حاجه ومن بعد مقاومه الثهر، ما شفنا حتى اشاره طيبه في هذا الاتجاه. شكرا لكم. شكرا للزميل رمزي فرجاني. يعطيك الصحة. حكيت على رفع السر البنكي والإجراء تاعو كيفاش ما تمسش معاها المواطن. حكينا على كيفاش لازم السيارة واحد كي يشري سيارة، فما برشا عباد يشري سيارة ب 100 و 150 مليون والإدارة الجباية ما تعلمش بها. وينجم يكون هو خاصة يكون وقت انا دوسيات يكون فلاح الديكلاراسيون تاعو 100 وعنده سياره ب 150 مليون. كيف تحرير عمل اعوان الجبايه يمكن يكون
في شكل بريكاد يعني وهذا نتمنى انه يكون مشكور سي رمزي الفرجاني. توا المداخله مع الاخ ماهر الشيخاوي مدير سابق الاداره العامه للمبادرات. تفضل سي بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم، مرحبا بالاخوه الحضور. بالنسبه للمداخله بتاعي باش تمثل في زوز محاور. المحور الاول هو تقديم مجرد للميزانيه، والمداخله الثانيه اهم ما جاء من احكام في قانون الماليه من غير حتى كريتيك ومن غير حتى نقد، باش نعطيكم اللي موجود وبعد ان شاء الله نحلوا باب النقاش ونناقشوا مع بعض. بالنسبه للموارد، بالنسبه للميزانيه، تعرفوا انتم الميزانيه فيها موارد وفيها نفقات. باش نعطيكم لي زوردر دو جراندور باش تفهموا وين ماشيين. ميزانيه 2010 مجموع الميزانيه كامله 17900 مليار. 17900 مليار. ميزانيه 2014 28025 مليار من الدينارات، معناتها 11000 مليار زياده. الميزانيه قلنا فيها موارد وفيها نفقات. شنو هو النفقات؟ وين ماشي؟ فما نفقات يعبر عليهم بنفقات التصرف. نفقات التصرف فيها زوز محاور. المحور الاول هما الاجور. كي نحكي على اجور العمومي، الاجر العمومي. كي نحكي على التصرف نحكي على الكومبونساسيون، معناتها نفقات الدعم. في 2014 هذه دو كومبوزون هذوما يقدروا 17500 مليار. 10500 اجور و7000 مليار نفقات دعم. في ميزانيه 2010 17000 كانوا 10000 برك، كانوا 6700 اجور و1500 نفقات دعم. نفقات التنميه، نفقات التنميه ما تبدلتش كما في ميزانيه 2010 كما في ميزانيه 2014، ما يقارب 4000 مليار. اخ رمزي قال الثوره على شبنات، على العداله والتنميه في الجهات. بويسك 2010 قامت بعد الثوره ميزانيه تقدر ب 4000 مليار بالنسبه لنفقات التنميه، فهمتش انا كيفاش الناس تخمم وتخلي نفس المبلغ 4000 مليار للتنميه. بالنسبه لخدمه الدين 2010 3600 مليار، بالنسبه ل 2014 4600 مليار. هذم المحاور نتاع النفقات. المحاور نتاع الموارد. الموارد فما زوج انواع من الموارد، فما موارد ذاتيه وفما موارد اقتراض. بالنسبه الموارد الذاتيه، الموارد الذاتيه عندنا بالنسبه لسنه 2014 المداخيل 19000 مليار والاقتراض 8000 مليار. في 2010 المداخيل الذاتيه 14 مليار والمداخيل تاع الاقتراض 3000 مليار. معناتها الاقتراض تعدينا من 3000 مليار 8000 مليار، 5000 مليار موارد اقتراض جديد. هذا ما جاء اهم البنود في الميزانيه نتاع الدوله. شنو اللي نجم نقراو قراءه اولى للعمليه هذه؟ انه بالنسبه للموارد الذاتيه من تاتي اساسا؟ تاتي من مداخيل جبائيه. المداخيل الجبائيه في 2010 كانت 12000 مليار. العام الجاي مع 2014 بريفو 19000 مليار. عادها من 12000 مليار 17000 مليار 5000 مليار. يتساءل العبد اسكو لاكتيفيتي ايكونوميك في تونس تو بو انجندري دي روسيت فيسكال اوتون. هكا علاش بعد في احكام القانون الماليه الروسيت هذا الشيء كانت تظبطك ومن غير معناتها حتى دراسه علميه للمقترحات تاع القانون الماليه. خاطر كتبني حاجه على
دراسه علميه تلقى لها الحل. لو نشوف معاكم بعد اهم ما جاء في احكام القانون الماليه تفهموا وين اللي هما احكام هذه شركه زبادك تدخل تسكر الميزانيه وصلها ل 28000 مليار ناتج باش تسكر العجز اللي جاي من التاجير العمومي اللي هو كان 6700 ولا 10000، من موارد الاقتراض اللي كانوا 3000 ولا 5000، ومن نفقات الدعم اللي كانوا 1500 تعدوا 7000. بالنسبه لنفقات الدعم نحب نحكي حاجه برك باش الناس ما تغلطكمش. راهو ال 7000 مليار اساسا متأدين مش من دعم المواد الاساسيه، راهو متأدين من المحروقات. المحروقات زاد شنو هو المحروقات؟ فما لا كونسوماسيون دو الالكتريسيتي كيكون تري شير للبلاد. يجينا نحسبوا على الدعم تو اللي ماشي للمواطنين، الليسونس يحكيو عليه والكاربيرون وزيد في الاتاوه نتاع الكراهب الكل. انا اذا نقول الدعم اليوم 5000 مليار اللي جاي من المحروقات، احنا قداش من تونسي 10 ملايين تونسي يقسمهم يجيو 500 دينار. معناتها يلزم نرشحوا 500 دينار باش ما عادش عندنا دعم. معناتها كل تونسي يلزم يرشح 500 دينار باش ما عادش عندنا دعم، ما عادش نحكيو على الدعم وصندوق الدعم. انا التوانسه الكل مش 10 ملايين عندهم كراهب. اللي يحكيو عليه كراهب في البارك تاع تونس كله 900000 سياره. الاداء اللي عاملينها هي مع الرودوفونس مع الفينيت. انا نعرف وزير الماليه تخرجوا الكلام قال في 900000 ثم 450000 برك يخلصوا. فهمتش كيفاش باش تخلص هذا الاداء. معناتها بويسكو الدراسه ماهيش علميه ما فماش احكام تكون تنجم تطبق بالطريقه اللي يحبوا عليها. كنكون كملت في باب الميزانيه باش ما نطولش عليك. بالنسبه للاحكام القانون الماليه فما الاقتراحات انا باش نمر على اهم الاقتراحات اللي سوسيتي بوكو دو بروبليم واللي اللجنه نتاع الماليه الصلب التاسيسي ناقشتهم وهي صلب اللجنه، وبعض اقتراحات وزاره الماليه. وزاره الماليه استجابت للبعض والبعض ما استجابتلوش، والبارح في الليل خرجوا النسخه النهائيه اللي باش تعرض على اللجنه العامه ولا الجلسه العامه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، خاطر اليوم المجلس التاسيسي يناقش في الميزانيه التكميليه لسنه 2013. مثلا علاش فما مناقشه نتاع ميزانيه 2013؟ عملناو ما بين الموارد الموجودين 1000 مليار جايين من الصكوك الاسلاميه. رينا صك، رينا اثنين، رينا ثلاثه، رينا حد شيء، رينا كل شيء الا الصكوك. معناتها تطور في الميزانيه تاع التكميل الميزانيه التكميليه لسنه 2013 باش يصلحوا الموارد والنفقات. الحين اهم المقترحات في قانون الماليه واهم الملاحظات نتاع لجنه الماليه حول المشروع. الناس كل سمعتوا بالتخفيض في نسبه الضريبه على الشركات من 30 الى 25%، ومصحوبه الاجراء مصحوب باخضاع الضريبه على الارباح على مستوى التوزيع لخصم 10%. يقول القيد 25 و10%، مش 5 مش 2. وكانت المره الاولى فما الارباح المتاتيه من التصدير 5% والارباح الموزعه المتاتيه من السوق المحليه 10%. ديما لا فيكسيون في الميزان، ديما فما مشاكل في التفريق وفي الديسكريميناسيون. المقترح نتاع اللجنه نتاع الماليه قالوا راهو 25 و5%. استجابت وزاره الماليه وقالت 25 و7%. المشروع الاخراني اللي مشى للقانون الماليه اللي يعرض على الجلسه في 25% و7%. انا نحب نقول لكم اللي 25 و10 ما يخفضش بالاداء، على خاطر اذا فما ضريبه على شركات ب 25 واذا فما ارباح موزعه ب 75، اذا نضربوا 75 في 10 في 7.5 و25 تجي 32.5%. اذا نشوفوا بالنسبه لمساله المصدر الكلي، اذا باش نخضع للضريبه على شركات ب 10% واذا باش نخضعوا ضريبه على الارباح الموزعه 5%، 10% و90 في 5 4.5 تولي ضريبه قصوى ب 14.5%. هذا وزاره الماليه تقول
يقولوا راهو باش يحقق لي نقص في الموارد بما قدره 18 مليون دينار. المزور تتعمل باش تنقص في البيدجي ولا تزيد في البيدجي 18 مليون دينار. Je vous laisse le choix de commenter. ثم مزور ثانية هي المعاملات التجارية التي تتم نقدا. يقولوا فما بالنسبة على حكاية خويا رمزي على حكاية السر البنكي كانوا من الأجدر أنه يحطوا الأحكام اللي تتعلق بالسر البنكي خير ما يحطوا المزور اللي تضر بالاقتصاد. مش فسرتكم علاش. مش يقولوا هما في قانون المالية يقول لك المعاملات التي تتم نقدا واللي فوق مبلغ 10,000 دينار. راهو الشاري الشارج يكليف واللي يبيع باش نعملوا له سانكسيون. انا باش نقول لكم حاجه اللي سوي كي فرود يديكلار با من الاول بالكل. اما سوي كي فا با فرودي يبقى ديكلاري دونك سا سيبوز كي يا اون فاكتوراسيون. اذا سيد فوتر وخرج فاتوره والاخر خلصوا بالاسباس وين المضر؟ باسكو فما ديكلاراسيون دو 1.5% وفما ديكلاراسيون. هذا باش يحكم المعاملات معناتها واحد يبدا قاعد خارج فاتوره يجي واحد باش يقول له خلصني يقول له خلصك سبيس ولا شيك. باش يقول له تعطيني شيك ويقول له تعطيني سبيس. يقول له لا راهي جيبها تقول لي لا خلص بالشيك. وشيك شوف يدخل شوف ما يدخل شوف يرجع مرجع. عندها هذا ديما ما ثماش اساس علمي للمطعم. فما قانون حول السلامه الماليه اللي يحكي على لي فيرسمون اكثر من 5,000 دينار لازم يكونوا يصيروا بالشيك ماهوش مفعل. وتفعيل القانون هذاك يتطلب برشا حوايج. دونك اذا ثم المنظومه كامله مخروبه ما تنجمش تجي تحط احكام جبائيه وتضرب المؤسسات اللي هي شفافه. يا خويا اعمل اللي حكايه الناس تحب ما يديكلاروش وتحب شو كما قال لك الاخ رمزي الواش السر البنكي ما تنجمش تطور من اللي بدات العداله من اللي بدات الثوره والناس تحكي على السر البنكي والاخ الاسعد يعرف ايش معناتها السر البنكي تو جبتكم عليه بعد في المداخله نتاعو. دونك اش قالوا النواب الساده النواب؟ قالوا يا خويا هذه 10,000 دينار اللي خلص نقدا اللي باش اللي باع يلزم يقوم بالتصريح بالاشخاص اللي باعهم وخلصوه نقدا. كان ما يجيبش التصريح راهو نعملوا له سانكسيون 10%. ابار لا فاكتوراسيون ابار لا ريسورس ابار ديكلاراسيون دو واجب اخر عن الاسر خاطر الاداره الجبائيه ما تنجمش تشد هالمعاملات هذه. لذلك ثم بالنسبه للباحثين العقاريين ثم مقترح مش عاجب الناس الكل هو حكايه انه البيوعات الباحثين العقاريين من المحلات السكنيه الريجيم فيسكال نتاعها تو خلص 1% بالنسبه للكونسيرفاسيون ديال البروبرتي فونسيير وبالنسبه للدروا دو ميتاسيون خلصوا 21 هذا سافا باسي العام الجاي ا 3% او دولا دي فونت اكثر من 100,000 دينار. بيوعات اكثر من 100,000 دينار تخضع الترونش اللي فوق من 100,000 دينار تخضع 3%. مع واحد باش يشري بارتمان ب 500 مليون النظام الجبائي بتاعه اليوم هو 1% على 500 مليون. العام الجاي النظام الجبائي بتاع الولي 1% على 500 مليون هذيك نتاع الكونسيرفاسيون ديال البروبرتي فونسيير و3% 500 الا 100 تجي 400,000 3 ويحسبوا الحساب. فما ضريبه نجم توصل 4%. النواب باش اختاروا قالوا نرفعوا شوفوا النواب تاعنا كيفاش يخمموا قالوا نرفعوا من 100 ل 150 يوم. عادها بورتمان فلا وبورتمان في ديبوزيت واحد ياخذ زوج بورتمانات في ديبوزيت اقل من 150 ما يخلصش واحد ياخذ بورتمان فلا يخلص. حتى ديما نحكي لكم على ليزيتود سيونتيفيك معناتها عمليا كيفاش يلزمهم يشوفوا المنظور نتاع الدراسه اللي عملوها. باهي شو هما اخر؟ ثم اخضاع والاعفاء اصحاب الدخل المحدود اللي هو على نزول الطبقه ما كانش على سالاريي واللي بونسيونير يقولوا اللي من 0 à 5,000 دينار ما عادش يخلصوا نبو. ثم تعرفوا لا بريمير ترونش اللي هي من 0 ل 5,000 دينار سنقول 525 دينار امبو خاطر 3500
ل 5000 تجيب 525. واحد يخلص 5000 دينار يخلص 525 دينار، واحد يخلص 5000 برك ما يخلصش. دونك المؤسسات اللي باش تخص الواجب خاص بالامور كيفاش باش تتحمل العمليه هذه؟ باش ندخل في هذه باش نعطيكم ليكزومبل اللي تو باش نعيشوه في المسيور هذه اللي السيد الوزير يتفخر بها معناها وين مشى. باش نعطيكم مثلا ندخلوا في سنه 2014 صنف عامل مثلا يخلص 416 دينار بروت، يخلص جانفي فيفري مارس ابريل ماي 416 دينار، تجي في البنك 416 دينار. شهر جوان ترقى باش ياخذ اشلون هذا الدرجه تدرج ب 3 دينار ويظل يحل حتى العام الفيبرك يولي 418 دينار. يمشي للبنك يلقى شهريته 370، يرجع للسيرفيس نتاع الاوردونونسمون اللي يصدوا الشهر يقول له مش نحتاج بشهريتي يقولوا له ترفيه. هذا معناه هذا اللي باش تصير معناها بالمسيور هذيك احتمال حقه من 5000 دينار ما يخلص حتى برنك 5001 دينار يخلص 525 دينار هو يقصدها في العام. انا فسرتها لكم بالشهر معناها شنو؟ معناها كي تترقى بل فيه برنك شهرية وليت في الطبقه اللي تخضع للضريبه ولذا لازم تخلصها وترجع بالدولاب. لا مش باش يبدلوا الترونش لا. تو بعد حاجه مانيش في ندور عليكم برشا. بالنسبه للاقتراح هذايا تاع وزاره الماليه ردوا عليه ساده النواب، قالوا الاقتراح اخضاع المبلغ الذي يفوق 5000 دينار في حدود 2000 دينار الى الخاص من المواد بنسبه 15%. حتى ساده النواب باش يزيدوا يعفيوا حتى ل 7000 دينار. واحد كيفاش يخمم ولا اخر كيفاش يخمم. هالنزول هذه بالمناسبه تسمى الهيبه الفرنسيه اللي فيه بالين. كيما نعملوا اذا ما نعملوش ابارتمون ولا اذا ما نعملوش ريفيزيون بالين ما نخرجوش من التحويل. دونك يلزم لكم الفورشيت اللي هو من زيرو حتى ما نعرفش وانت تروداسيون 1500 2500 3500 4500 هذا اساس الكورس. نعطيكم ورقه باش تخمموا في منين. اذا نعفيو لا بريمير ترونش من زيرو ل 1500 دينار بالنسبه معناتها من زيرو ل 1500 تولي من زيرو ل 500 دينار. بالنسبه للاشخاص معناتها الاشخاص الطبيعيين اللي خلصوا ضريبه على الدخل اذا نعفيو حسب المعطيات تاع 2010 صافي امون كجميل بالنسبه للطاب 30%. اذا الناس الكل ما تخرجش من الدروج مثلا على البروفيسور احمد